السلام عليكم حباباتي الاعزاء، مرحبا بكم على قناتي. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده. خياتي الاعزاء، قبل ما نبدا الفيديو تاع نهار اليوم وكما العاده نصلوا على النبي المختار عليه افضل الصلاه والتسليم. خياتي الاعزاء، اليوم راح نشارك معكم وصفه سهله مهله وما تحتاج مقادير كثيره. راح نشارك معكم وصفه ازلبيه على طريقتي. خياتي الاعزاء، شوفوا كيفاش نبداو باول شيء. نجيب كاس تاع ماء نحطوه هنايا في وعاء، نزيد معاه 3 مغارف تاع سكر. هذه الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه والملعقه الثالثه. بطبيعه الحال نحرك هذاك السكر مع هذيك الكاس تاع الماء حتى يذوبوا. في هذا الاثناء كذلك راح نزيد معاها ملعقه تاع مايزينا. ها هي ملعقه تاع مايزينا، ونحرك بطبيعه الحال. هنايا راح نزيد معاها كل ما نضيف مكون نخلط. هنا راح نزيد معاها قليل من الزيت. الكميه تتمثل في 2 مغارف تاع زيت. الملعقه الاولى ها هي معايا الملعقه الثانيه، ونحركهم بطبيعه الحال بشكل جيد. هاد الكيفيه. هنايا هاد الخليط كله راح نحطو على النار، نديرو في كاسرونه ونحطو على نار بهاد الكيفيه. نحطو على النار نحطو على نار ونزيد له كميه تاع قرصه تاع الملح. ما ننساش القرصه تاع الملح، والملح يبقى على حسب الذوق. ها هو قرصه تاع الملح. نحطهم على نار نوريكم كيفاش نكمل معاهم. هنايا بعد ما حطينا الكاسرونه بتاعنا على النار نبقاو نحركو حتى يذوب معنا هذاك السكر. شوفوا معايا كيفاش اصبح عندنا الخليط. هنايا كي يبدا، شوفوا بدات تغلي، نزيد معاها هذاك الكاس تاع الفرينه اللي كنا ديجا صيرناه. شوفوا معنا بهذه الكيفيه، ونخلط الكل مع بعض ونبدا نخلط بشكل سريع باش ما تبركرسناش، باش ما ديرناش كتل. بهذه الكيفيه شوفوا كيفاش يصبح عندي هذا الخليط. ما ننساش الحواف الجوانب هذو ثاني نهبطهم كامل ونخلط بشكل جيد بهذه الكيفيه حتى تولي عندنا عجينه متماسكه كيما راكم تشوفوا فيها معايا. شوفوا معايا، ونضغط نخلط ونضغط نخلط هكايا ونضغط. شوفوا معايا بهذه الكيفيه. هنا تولي عندنا عجينه ملساء متماسكه. شوفوا كيفاش ولات عندنا العجينه. نزيدو نخليها غير شويه فوق النار ونطفو عليها. هنا نزيد لها غير شويه ونطفي عليها. شوفوا كيفاش اصبحت عجينه بسم الله ما شاء الله ملساء، تشبه الحصيده، تشبه الحصيده تاع الفرينه. شوف نقلب من الفوق من التحت للفوق بهذه الكيفيه، من الفوق للتحت. هنا راح نطفي عليها الفرن ونخليها تبرد معانا. كي تبرد نولي ليها. العزيز، ها هي العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها. شوفوها بعد ما بردت كيفاش دوك نقدر نخدم بها. هكا شوفوا كيفاش اصبحت معايا. نجيبها في هذاك الوعاء ونبقى نضغط عليها هكذا، نخدمها حتى تولي ملساء معانا مليح مليح. شوفوا راني خدمتها هنايا، انا ديجا كنت دلكتها ديجا من قبل مليح مليح. هكذا تدلكوها مده 10 دقائق ولا باسكو هي ديجا راهي طايبه، راهي هايله. مازال غير نزيدو نقلوها. هذا مكان. شوفوا معايا خياتي العزاز واش نزيدو ديرو. شوفوا العجينه اللي تحصلنا عليها هنا راهي بارده. شوفوا كيفاش نديرو كوريه هكذا بهذا الشكل. الحجم يبقى على حسب الرغبه تاعكم، على حسب نتوما واش تحبوا الحجم تاع الكوريات تاعكم. راح نشكل كوريات بهذه الطريقه باش يسهل عليا العمل. نقدر نشكل ونخدمها، يمكن نسهل على روحي العمل. نشكلهم كامل هكذا كوريات ونوريكم واش ديروا بهم.
خواتي العزاز بعد ما شكلتهم بشكل كورية هما طلعوا لي 14 حبه هكذاك. ناخد الكورية واش ندير لها هكذا بشكل طولي، ناخدها بهذه الكيفيه، شفتوها ها هي معايا، نحطها على طاوله العمل وندير لها بالفرشاة، ندير لها بهذه الكيفيه هكذا هكذا هكذا، هاكو شفتوا معايا. من بعد نرفدها بهذه الطريقه ونضغط عليها منها هكذا بهذه الكيفيه هكذا هكذا هكذا. شوفوا معايا كيفاش اصبح عندي الشكل. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. من بعد نقلوها، تحبوا ديروها بهذه الطريقه، دوك نوريكم طريقه اخرى. هكذا نضغطوا عليها باش ما تتحللناش في المقله. نجيبوا هذا الجريوره ونديروا هذه الكيفيه هكذا، نحو الزوائد فقط وثاني باش نعطيو لها الشكل. شوفوا معايا بهذه الكيفيه، شوفوا هكذا نعطيو لها الشكل هكذا باش الغلقه تاعها منه ما تجي متحوفه. ها شفتوا هذه الكيفيه. هنا رانا درناها بالفرشيطه. هذا الشكل الاول. كذلك نزيد نقدر هذاك اللي نحوه الزائد اللي نحوه مع الحبه الاخرى نضغطوا عليه هكايا ونديروها ملساء كيما كنتو تشوفوا فيها هكذا. واش نزيد ندير؟ نحطها على سطح العمل، ندير هذوك مدوره. انا وريتكم الشكل تاع الفرشيطه. هنا نضغط عليها تاني بالفرشيطه هكذا، شوفوا هي مدوره ماشي شكل طولي وهي دائريه هكذا، يعني درت بالفرشاة. شوفوا نضغط عليها كذلك بهذه الطريقه. شوفوا معايا نجيب النقاش ونخدمها كذلك هكذا بشويه نقاش هكذا على هذوك الخطوط تاع الفرشاة اللي كنا ديجا درناهم. شوفوا كيفاش جات معايا كل الجوانب ها هكذايا. ومن هاد الغلقه اللي غلقناها، من هاد الغلقه نزيدو تاني نديروا لها الشكل متحوف ها باش ما تجيناش يعني الغلقه تاعها ماشي شابه. شوفوا تحفناها بهذاك بهذه نتحفوها. شوف ها هي منا نسقموها توجور غير بهذا النقاش ونحطوها هنا في الطابق. عندي شكل اخر كذلك، ودائما هذاك اللي نحوه نزيدوه مع الحبه الاخرى ونديروا هذه الكيفيه باش ما نرمو والو ما نضيعوا والو هكذا. نديروا عندي هذا المول. شوفوا هذا المول اللي عندي هذا المول راح نحيله هذه، نحيها هكذا. شوفوا هي مدوره هكذا وهي مدوره، نحطها على سطح العمل بلاصه اللي راهي ملساء. شوفوا معايا كيفاش ندير. نضغط، انا راني حابه هذا الشكل، يعني عطيت لكم عده اشكال. نضغط بهذه الطريقه هكذا. شوفوا واش عندي هذا الشكل. واش ندير؟ نجي من هذه الجهه وندير هكذا ونجيب هذه القطعه هذه المبرجه، هذه القطعه اللي فيها هذه الاسنان تاع الطباخ هكذا باش يجي الشكل تاعها متحوف، ونحطها مع الحبات الاخريات هكذا كيما راكم تشوفوا معايا. انا عجبني هذا الشكل الطويل هذايا، كل واحد واش يحب. انا عطيت لكم 3 اشكال. انا نكمل هاد الكريات اللي معايا ونعاود نوريكم كيفاش نقلوها في المقله. هنا يا خياتي العزاز بعد ما سخنت معنا الزيت مليح راني راح نقص للفرنو ونجرب الحبه الاولى نحطها في التقلاب. ها هي معانا هذه الحبه الثانيه والثالثه. انا استعملت الكاسرونه باش تتغطس كامل في الزيت. انا الفرنو راني منقصت له، دوك نشوفوهم كيفاش يطيبوا معنا. شوفوا معايا خياتي العزاز بعد ما طابت معنا كيفاش اصبحت اللون تاعها. ها هي كاين اللي يحب يحمرها بزاف يحمرها بزاف. شوفوا هنايا معايا نوريكم حاجه كي تكون هنا في الزيت تلقاوها طريه. شوفوا كيفاش طريه، شفتوها شحال طريه. ها هي شوفوا معايا تلقاوها طريه، ولكن بمجرد انكم تحطوها في العسيله تولي يعني مقرمشه، تولي فيها قرمشه بسم الله ما شاء الله. شوفوا معايا راح نحطها ليا هكذايا في عسيله
حبوا تحمروها اكثر من هكذا تقدروا تحمروها اكثر من هكذا. مباشره تحطوها في العسيله اللي كنا ديجا شاركناها مع بعض. ها هي معايا، ها هاي العسيله. بعد نوريها لكم حاضره واجده يعني معانا. مباشره تحطوها في العسيله بهذه الطريقه. ها هي دوك نوريها لكم حاضره جاهزه معانا. ها هي الوصفه تاعنا بعد ما اصبحت جاهزه معنا خياتي العزاز. ها هي هذه اللي كنت شكلتها ديجا بالنقاش، هذه اللي كنت خدمتها بهذا النقاش. شوفوا كيفاش جات معنا، ها هو الشكل تاعها. شوفوا بسم الله ما شاء الله جات هايله. شوفوا سمعتوا القمرشه؟ شوفوا من الداخل كيفاش هايله ما شاء الله. هنا هذه اللي كنت خدمتها وهذه اللي كنت خدمتها بهذا الطابع. ها هي معانا راهي سخونه، يعني كان المفروض نزيد نخليها تقعد يعني. وهذه اللي خدمتها بالفرشيطه. شوفوا معايا معسله حتى للقلب ما شاء الله. راهي سخونه غير ما نحيتها من المقله باش نصور معاكم. خياتي العزاز كانت هذه وصفه تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله نتمنى تكون نالت اعجابكم ورضاكم. ما تنسوش خياتي العزاز تدعموني بلايك وبالاشتراك في القناه. وان شاء الله الى فيديو اخر. مع السلامه.